السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في حلقة جديدة وقناة الشيف. هنعمل معاكم بقى إن شاء الله حلقة سريع وسهل، ما بياخدش وقت. تمام، يلا ندخل على الطريقة. نقول بسم الله، توكلنا على الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل هذا العمل بحولك وقوتك إذا شئت سهلا. حطينا كوبايتين حليب مع معلقتين دقيق، 3 معالق كريمة طبخ. تمام، لو ما عنديش كريمة طبخ مش مشكلة يعني، بس أنا بقول دي بتعزز الطعم شوية. 3 معالق سكر أو التحلية زي ما انت عايزاها. تمام، 3 معالق كاكاو خام. تمام كده. يلا بسم الله، نخلط المكونات دي كلها بقى ونحطها على النار. تمام كده، ممكن تخلطيها على البارد قبل ما تحطيها على النار. نفضل نخلط دايما، مادام حطيناها على النار كده نفضل نخلط فيها لحد ما يتجانس الخليط علشان ما يعملش معاكي اي تكتلات. تمام كده، ولعنا كده النار دلوقتي. حاجة كده سريعة ممكن تعمليها في اي وقت جنب الاكل، وانت بتحضري الاكل ما بتاخدش وقت وبتبرد بسرعة وبتبقى لذيذة جدا. وممكن تعمليها تحطيها في اطباق، كل طبق لحاله كده، مش لازم طبق كبير. تمام كده، بالشكل اللي انت شايفاه دي فيه ده. شفتي ما شاء الله شكلها جميل. لو انت بقى عندك شوكولاته خام وعايزه تزودي الطعم احلى كمان حطي براحتك. انا طبعا ما حطيتش، بس انا ليكي حريه الاختيار في ده. تمام كده، طبعا بتسويها كويس علشان ريحه الدقيق والطعم ما يبقاش فيها يعني. هو اصلا كده كده يختفي مع الشوكولاته، مش هيبان. تمام كده. عندك قالب بقى اللي انت هتقدمي فيه، حطي بقى الخليط ده بالشكل ده كده وسيبيه يبرد كده مع نفسه لحد ما نعمل الخليط التاني. تمام كده. تمام كده، هنجيب برضو 2 كوب حليب، برضو كمان معهم معلقتين نشا. تمام كده. هنحط 3 معالق كريمة طبخ، طبعا متوفرة دلوقتي في الأسواق، بتتباع سهلة، ممكن تجيبيها بالربع كيلو أو نص كيلو زي ما انت عايزة. 3 معالق سكر. نخلط بقى المكونات دي برضو كده تمام على البارد قبل ما نولع الغاز. تمام كده. وضلي بقى تقلبي فيها لحد ما يتقل معاكي الخليط بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام كده. حطي بقى معلقه فانيليا، او عايزه تحطي ماء زهر حطي براحتك. عندك مثلا اي عطور اللي هي بتاعه الحلويات، اناناس، فراوله، اي حاجه حطيها براحتك. تمام كده. طبعا الخليط نشف اهو تمام وبقى كويس. نحط عليه الخليط التاني ده، الكريمه دي. تمام كده. هنسيبها تبرد، بعد ما تبرد بقى نحط عليها صوص الفراولة، او لو عايزة تحطي صوص شوكولاتة عادي براحتك، حطي، لك حرية الاختيار، اي حاجة تعجبك حطيها. لو مش عايزة تحطي مش لازم، ده مش اختيار، ده اختياري طبعا. تمام كده، بس عشان دول كانوا متوفرين عندي فقلت احطهم يعني، فمش امر ان انت تعملي وتبقى نفس الطريقه يعني. هو يكفي ان انت تحطي صوص الشوكولاته تحت والصوص الابيض فوق، وده بندق، عايزه تحطي سوداني اي مكسرات حطي، ده بندق كنت انا فرماه. تمام كده بالشكل ده. سيبيها بقى تبرد.
طعمها حلو وخفيفة وسريعة. تمام كده بالشكل ده، شكلها حلو وطعمها ان شاء الله احلى. وده الشكل بتاعنا النهائي. اتمنى ان هو يعجبكم، وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة في قناة الشيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.